السلام عليكم. النهارده هنشرح مع بعض Qt Studio وازاي ان احنا نقدر نعمل GUI عن طريق Qt باستخدام لغه C++. البلاي ليست دي ان شاء الله هنعمل فيها بروجكت كامل عشان اقدر ان انا اغطي لك الكونتنت بتاع Qt على قد ما اقدر. يلا بينا نعمل انستليشن ل Qt Studio ونشوف هنبدا ازاي. طب عشان نعمل داونلود ل Qt محتاجين ان احنا اول حاجه طبعا نعمل سيرش عنه. هنخش على اول لينك اللي هو www.qt.io. طيب مع العلم ان انت تقدر في Qt ان انت تاخد لايسنس بالايميل بتاع الجامعه بتاعتك وتستخدم كل الابلكيشنز فور فري زي ما انا عملت، او لو انت معكش ايميل الجامعه او معكش اكسس على ايميل الجامعه حاليا، كل اللي انت عليك ان انت تستخدم الفري فيرجن من Qt، تقدر ان انت تعمل عليه ديفلوبمنت من غير اي مشكله. طيب هيفتح معانا بالشكل زي ده. هنيجي فوق خالص هنا عندنا حاجه اسمها download.try، هندوس عليها. بس هتلاقي عندك هنا زي ما قلت لك الستودنت اور تيتشر. لو جيت ان انت تعمل ابلاي فور Qt educational license هيفتح معاك بالشكل ده. هتملى بياناتك، هتكتب ايميل الجامعه بتاعك هنا، تكتب الرول طبعا ان انت ستودنت، هتكتب اللايسنس بتاعتك ان انت محتاجه عشان الدراسه. هتيجي هنا ممكن تكتب to use it ممكن تكتب زي كده to use it in C++ app، وهتيجي هنا هتقول له يس او نو ايا يكن. انت كده كده كل الكلام ده هو مجرد بيانات انت بتملاها، واول ما تعمل كرييت للاكونت هيتبعت لك فيريفيكيشن كود على ايميل الجامعه بتاعك. اول ما تدوس عليه الاكونت بتاعك اتعمل له كرييت، وهيبقى معاك لايسنس زي دي كده ان انت تقدر ان انت تعمل داونلود من غير اي مشكله. طيب لو انت معكش ايميل الجامعه بتاعك، فانت كل اللي انت هتعمله ان انت هتنزل الكوميونتي اديشن من هنا. تيجي تدوس هنا كده، بعد كده تنزل تحت خالص هتلاقي عندك داونلود ذا Qt اونلاين انستولر. طيب لو معاك ايميل الجامعه فانت هتخش عادي خالص على الاكونت بتاعك، تيجي عند اول داونلودز هنا وهتعمل داونلود برضو لQt اونلاين انستولر. سواء كده او كده فهو هينزل لك نفس الحاجه. بعد لما تنزل انستولر يفتح معاك بالشكل ده. فعايزك تركز معايا عشان في شويه خطوات بسيطه لازم تتاكد ان انت عاملها صح. طبعا اول حاجه هنا هندوس نيكست عادي خالص. هنستنى شويه هيقول لك اكتب الايميل والباسورد بتاعك. لازم تكون عامل ايميل والباسورد على Qt، وبعد كده عامل نيكست. طيب بعد لما يخلص تحميل يفتح معاك زي كده. طيب انت اول حاجه طبعا محتاج ان انت الديفلوبر تول اللي هي اول واحده اللي متعلم عليها صح، وبرده محتاجين Qt ديزاين ستوديو فهنعلم عليها صح. تيجي من فوق من هنا تختار المكان اللي هتعمل فيه انستول، وبعد كده دوس نيكست. هعمل طبعا ايكون فورم، بعد كده نيكست نيكست، وبعد كده انستول. طيب بعد لما اخلص تحميل انا مش عايز اعمل حاجه غير ان انا اعمل لانش لQt كرييتور، او لو انت مش تعمل لانش خالص هتعمل فينش. تيجي على السيرش بتاعك عادي خالص تعمل سيرش على Qt، هتلاقي عندك حاجه اسمها Qt كرييتور. طيب هنفتح Qt كرييتور هيفتح معانا بالشكل ده. اعمل بس ماكسمايز وهقفل دول كده. طيب سريعا Qt خلي بالك علشان Qt كفريم ورك هو حاجه زي فلاتر كده. هو انت بتقدر تعمل كروس ابلكيشن، ان انت بتكتب كود واحد، الكود ده يشتغل على الديسكتوب والكود ده يشتغل في نفس الوقت على الاندرويد او يشتغل على الويب. طيب ليه؟ علشان Qt هو شغال بنظام الويدجتس، نفس نظام فلاتر بالظبط، يعني انك انت تقدر تعمل دراج ودروب للاليمنتس. طيب هتلاقي عندك هنا شويه حاجات، شويه اكزامبلز هو مديها لك. ما علينا من كل ده، كل اللي احنا هنعمله ان احنا نيجي على كرييت ا بروجكت. هيفتح معاك بالشكل ده. طبعا هتلاقي عندك هنا شويه بروجكتس مختلفه، ممكن عامه تكتب Qt بايثون، بس احنا هنيجي عند اول حاجه اللي هي ابلكيشن Qt. وزي ما احنا قلنا انت ممكن هنا تعمل كونسول اب، طبعا انت المفروض تبقى فاهم يعني ايه كونسول اب، او ان انت تعمل Qt ويدجت ابلكيشن. وفي حالتنا دي احنا هنعمل Qt ويدجت ابلكيشن عشان احنا لسه قايلين ان احنا هنعمل جي اي عن طريق الويدجتس. طيب حلو قوي. بعد كده نيجي هنا ونعمل تشوز. هيقول لك اسم المكان، اسم البروجكت ايه، فانا ممكن اسمي البروجكت مثلا خلينا اسم غير مين، خلينا اسميه ليكتشر 1. وهاجي عند الكرييت هنا اختار المكان اللي هعمل فيه كرييت للبروجكت ده. طيب هتلاقي عندك بعد كده البيلد سيستم، فانا هختار سي ميك عادي خالص. بعد كده هنعمل نيكست. هنا بيقول لك الكلاس نيم. طيب هنا هو هيعمل لك اول كلاس، او هو هيبني لك اول ويدجت. طيب تعالى ان احنا ممكن نسيبها مين ويندو عادي خالص. هتلاقي هنا عندك بيقول لك البيس كلاس كيو مين ويندو او كيو ويدجت. طب احنا زي ما قلنا ان احنا هنعمل ويدجت ابلكيشن، فعشان كده نختار كيو ويدجت. وبعد كده هتلاقي هو غير طبعا الكلاس نيم عادي مفيش اي مشكله، سماه ويدجت. هتلاقي عندك عمل لك هيدر فايل وعمل لك سورس فايل. طبعا هيدر فايل اللي هو الفايل دوت اتش، والسورس فايل اللي هو الدوت سي بي بي العادي خالص. وبرضه هتلاقي سماهم بنفس اسم الكلاس اللي انت سميته فوق. يعني انت لو غيرت الكلاس فوق خليته مثلا احمد، فهو برضه هيغير الهيدر فايل والسورس فايل لاحمد. طيب وهتلاقي عندك هنا حاجه اسمها جنريت فورم. جنريت فورم ده هو حرفيا هيعمل لك اول فورم او يعمل لك اول ويندو. طيب بعد كده نعمل نيكست. هنا بيقول لك اللانجوج، مش لازم تختار لانجوج، تعمل نيكست على طول. هنا بقى هنا مهم قوي ان انت هنا لازم يبقى ظاهر عندك الكيت اللي هي بتاعت الديسكتوب ابلكيشنز.
اللي احنا اخترناها واحنا بنعمل انستول لو انت فاكر. فهتيجي عند نيكست، هنا دي سامري بيقول لك ايه الحاجات اللي هتتعمل سريعا، فهتعمل فينش. نستنى ثانيه واحده، البروجكت هيفتح معانا بالشكل ده. بعد لما خلص لودنج وخلص تحميل وعمل انكلود لكل حاجه براحته خالص، مفيش اي مشكله. بص مش عايزك تتخض من اللي انت شايفه، الموضوع سهل جدا مفيهوش اي حاجه، وما تخافش. احنا هنا هنستخدم او هنكتب الكود بلغه سي بلس بلس. طيب تعالى على الشمال كده هتلاقي عندك الفولدرز بتاعتك. طيب انا طبعا الفولدرز بتاعتي هتلاقي عندك في هيدر فايل، سورس فايل، وهتلاقي عندك الفورمز. احنا هنا حاليا في المين دوت سي بي بي. المين دوت سي بي بي دي طبعا زي ما انت عارف ان المين دايما هي النقطه اللي بيبتدي منها الاب بتاعك. طب بس تعالى نتشيك هل البروجكت شغال من غير مشاكل ولا لا. هنيجي عندنا هنا في زرار تحت الرن، تعالى كده نعمل رن ونشوف البروجكت هيشتغل من غير مشاكل ولا لا. اول مره هياخد شويه وقت في التحميل بس بعد كده هيفتح بسرعه. طيب زي ما انت شايف هو فتح ويندو، طبعا الويندو فاضيه ما فيهاش اي حاجه. طيب تعالى كده عندنا هنا في على الشمال هتلاقي عندك حاجه اسمها فورمز. فورمز دي بكل اختصار هتلاقي عندك حاجه اسمها widget دوت يو اي. في الهيدر فايل هتلاقي عندك widget دوت اتش، في السورس فايل طبعا عندك widget دوت سي بي بي. طيب لو جيت تدوس دبل كليك على widget دوت يو اي هيفتح معاك بالحاجه بالشكل ده. ده كيوتي ستوديو، او هنا انت بتعمل دراج ودروب للاليمنتس بتاعتك عشان تقدر ان انت تعمل كرييت او تعمل جي يو اي بتاعك. طيب خلينا متفقين على حاجه، اي حاجه عايز تعرضها لليوزر هنستخدم حاجه اسمها ليبل. اي حاجه عايز تاخد بيها انبوت من اليوزر هنستخدم حاجه اسمها تكست بوكس. وطبعا عشان اليوزر يدوس على اي بوتون فاحنا هنستخدم بوتون عادي خالص. تعالى سريعا اوريك ازاي ممكن نعمل انكلود لليبل او ممكن ان احنا نحط ليبل في الاب بتاعنا. طيب من على الشمال هنا هتلاقي كل حاجه انت ممكن تستخدم، هتعمل دراج ودروب بكل بساطه. طيب تعالى كده نشوف الليبل بتاعتنا فين. انا كده هعمل سيرش على الليبل، هلاقي عندي هنا الليبل اهي، هروح اعمل لها دراج كده ودروب في الاب بتاعي، هلاقي ان هو فعلا عمل دراج ودروب بالشكل ده. طيب لما تدوس على اي element انت عملت له انكلود او حطيته في الفورم بتاعتك هيظهر لك في البروبرتيز هنا كل حاجه تقريبا خاصه بيه. طيب في البروبرتيز هتلاقي عندك حاجه اسمها الاوبجكت نيم، وده مهم جدا عشان ده الطريقه الوحيده اللي انت هتاكسس بيها الاوبجكت ده عن طريق الكود، ان انت هتكتب اسمه. فيستحسن ان انت تكون مسمي طبعا كل حاجه. فانا ممكن اسمي ده مين تكست، طبعا مفيش سبيس عشان انت هنا هتستخدمه ككود عادي خالص، مش هينفع وانت بتنده على الاوبجكت ده في الفايل بتاعك هتكتب سبيس. طيب وتعالى بس نكبر دي كده شويه، هتلاقي عندك هنا ان انت تختار الفونت، شكل الفونت بتاعك، الستايل بتاعه، حجمه. فانا ممكن مثلا نختار، نيجي هنا نختار ده بولد مثلا ونكبره شويه علشان ده المين تكست بتاعي، وهقول له اوكي. فزي ما انت شايف كده. طيب لو نزلنا لتحت برده شويه هتلاقي عندك التكست. التكست ده التكست فعلا اللي مكتوب هنا. انت ممكن تدوس دبل كليك هنا وتعدل التكست زي ما انت عايز، او تيجي من التكست من البروبرتيز من هنا وبرده دبل كليك وتعدل التكست. فانا هقول هلو تو كيوتي وورلد، وهكبرها بس شويه عشان تنكلود التكست كده كله، وهحطها في النص. طيب حلو قوي. تعالى نرجع تاني من هنا للاديت، هتلاقي عندك الفولدرز بتاعتك. طيب حلو قوي. تعالى نرجع كده تاني ونعمل ران للبروجكت بتاعنا. طبعا هعمل سيف بس الاول ونشوف هل فعلا كلمه او الليبل اللي احنا حطيناه هيظهر ولا لا. طبعا زي ما انت شايف الليبل ظهر مفيش اي مشكله. طيب لحد هنا كده احنا كده خلصنا ليكتشر 1. اتمنى ان انت تكون فهمت كل حاجه في الليكتشر ده، عشان مهم جدا ان انت تكون فاهم كل حاجه. لو في اي حاجه ما فهمتهاش اكتب لي في الكومنتس، لو واجهتك اي مشكله برضو اكتب لي في الكومنتس، ويلا بينا نخش على الليكتشر اللي بعده.